ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم مع بعض تنظيف المكتبة. دي المكتبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. المكتبة دي جنب الشباك اللي على الشارع على طول. ولو تلاحظوا هنا جيراننا يعني حاطين فوقيها كده يعني تعريشة كده فوق الحاجة البيت بتاعهم. فالبيت ده قبل المكتبة بتاعتي، وطبعا عشان على الشارع فبتتملي تراب، ما بتكملش اسبوع ابقى غاسلة المفرش بتاعتها والحاجات اللي فيها، والاقيها طربت وبقيت حاجة بشعة. انا فضيتها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفضيت كل اللي فيها وهغسله وهغسل المفارش وهاجي اوريكم. بصوا كمية التراب، يا رب تكون واضحة. بصوا يعني كمية تراب هي لدرجة، بصوا واصلة لأي درجة. أنا مش بغشكم، أنا بوريكم الحاجة على الطبيعة. بصوا كمية التراب اللي بتجيلي من الشارع ما بتكملش أسبوع وبتبقى بالمنظر ده. بصوا يعني لن تتخيلوا أكتر مكان في الشقة كلها بيتعبني. فا أهو هوريكم تنظيفها، وإن شاء الله أبقى أوريكم. بصوا الشباك كده، بصوا كمية التراب، وطبعا كان في مطرة وكده فالشباك باظ معايا خالص. عايزه بقى اشيله واغسله في البانيو، وهوريكم ان شاء الله في فيديو تاني ازاي انا بفك الشباك الالوميتال وبغسله بالسلك عادي وبنشفه، وباقل حاجه بيرجع فله جديد كاني لسه يعني مركباه دلوقتي حالا ان شاء الله. دلوقتي بس هنخلي الشباك في فيديو تاني، ودلوقتي هنعمل المكتبه مع بعض. بصوا اللي انا عايزه اوريكم الجزئيه اللي من فوق دي في المكتبه. دي على بيت، دي خشب وعلى بيت جيراننا. لو تلاحظوا بصوا اي خبطة فيها الرملة بتنزل من الحروف بتاعة المكتبة دي. انا قلت لجوزي ان يشوف لي حل فيها، فقال لي مش هينفع لان ورانا بيت مش هينفع نعمل فيه اي حاجة. البيت ده طبعا مش بتاعنا، فكل واحد حر في بيته. فانا هجيب بقى البخاخة واحط فيها سائل تنظيف وديتول، اي سائل من بتاع الاطباق او حتى شويه مسحوق من بتاع الغسيل. حطيه في البخاخه وحطي حبه ديتول عشان الريحه والتعقيم، وهبدا ابخ واجيب فوطه وامسح لاني مش هينفع فيها غير كده. وهوريكم. بصوا دلوقتي هي مطفيه ازاي، هوريكم بعد ما انضفها هتلمع وتبقى زي الفل. وطبعا الزهريات الورد اللي هنا والحاجات كلها هاخدها وانقعها واغسلها على ايدي، مش هغسلها في غساله ولا اي حاجه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع هنا زي ما وريتكم قبل كده. انا بجيب جردل وبحط المفرش الاول، هديها شطفه لان بصوا متربه ازاي لان الشباك على الشارع، فطبيعي انها تبقى كده وما بكملش اسبوع ولازم اعملها. هجيبها دلوقتي واحط عليها شويه ميه دافيه وشويه مسحوق غسيل صغيرين، ارغيها اطلع من التراب منها واغسلها تاني على ايدي من غير دعك. يا دوبك هعمل لها كده وبس. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بصوا كميه التراب اللي بتطلع منها، يا دوبك انا برغيها بس. بصوا كميه التراب. هدلق الميه دي واغيرها واشطفها شطفه وبعدين اغسل لها غسله على نظافه. واهو بالشكل ده اديتها غسله تاني بقيت نظيفه. هشطفها شطفيتين وبعد كده انشرها بميتها. وهنا انا نفضت المكتبه كويس وحضرت البخاخه بتاعتي. ملقتش بصراحه ديتول، فعملت حطيت في الميه سائل من بتاع الاطباق وخل علشان الخشب يلمع. انتوا زي ما انتوا كده شايفينه كده مطفي. وحضرت طبعا الفوطه بتاعتي اللي همسح بيها. هبدا بقى هرش في كل مكان فيها وامسحها كويس بالشكل ده. هغرقها وامسحها كويس واخلصها واوريها لكم شكلها النهائي. اهو بالشكل ده. بصوا اللمعه، يا رب تكون واضحه. ابخ وامسحها كويس بالشكل ده. بصوا لمعتها. واللي الفوط دي بصراحه جميله جدا في التنظيف، بتمتص الميه بشكل حلو. هخلصها كلها واوريها لكم في الاخر.
وده الشكل النهائي للمكتبة. نظفتها كويس ومسحتها، ومسحت الحيطة هنا اللي جنبها، وشلت كمان الورد اللي هنا وغسلته، والفازة الطويلة اللي هنا برضو شلتها وغسلت الورد اللي فيها. وكده كله تمام، ما فضلش غير الفرش. وكمان المفرش بتاعتها غسلتها ونشفت، ما بتاخدش حاجة وتنشف لان هي خفيفة اورجانزا على دانتيل. فهبدأ افرش بقى واوريكم منظرها النهائي بعد الفرش. هفرشها كلها كده. ولو في كتب، انا في الرف الفوقاني ده المستطيل ده تبع جوزي، خاص بزوجي، بيحط فيه الكتب بتاعته. اما الحاجات الجزء الباقي في المكتبة ده انا بزوقه زي ما انا عايزة. هو ده منظر ديكوري يعني عموما. فانا هزوقها وهفرشها واوريكم المنظر النهائي بتاعها. وده يا حبايبي شكل المكتبة النهائي بعد ما فرشتها. حطيت برضو زي ما قلت لكم في الجزء الاولاني كده دول بتوع شرايط قرآن، كان جوزي بيحب يسمعهم. شلتهم له برضو هنا، والكتب اللي خاصة بيه هنا شلتها له برضو زي ما هو بيحب يشيلها. وفرشت هنا المكتبة، حطيت فيها الدباديب وحطيت الفازة دي. على فكرة الفازة واللي تحتها انا اللي عاملاها شغل يدوي، يعني كانت ازازة كده على شكل فازة، غلفتها بالستيكر اللي بيلمع وعملتها بشكل فازة. واللي تحتها دي برضو كانت قطعة فل وزينتها وعملتها. هقرب لكم عليها عشان تشوفوها اكتر. كنت عاملة برضو فيديو عن اعمال يدويه قبل كده، ووريتكم ازاي تغلفوا الفل. حطيت المشمع بلون المكتبه وزينتها بالاستراس ده، وبقت بالشكل ده. وبرضو اللي تحت دي برضو كان بتاعه نتيجه. برضو ياما خلصت منها شلت بتاعه النتيجه وزينتها بالورد ده، وزينتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده المنظر بتاعها النهائي. ومسحت طبعا الحيطه اللي جنبها، وغسلت الورد ده بالشكل ده. وادي منظرها النهائي. وان شاء الله انتظروني في فيديو تاني ازاي هنخلع هنفك الشباك الالومنتال بمنتهى البساطة ونغسله، وهيرجع زي الفل كأنه جديد. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير، وما تنسوش تدعموا فريقنا فريق مها نجم. وانتظروا منا بقى كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.